ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو فيه حدث تاريخي، حدث مش بيتكرر في حياة مها غير مثلا كل سنة مرة بالذات بعد الخلفة. يعني عايزة اقول لكم انه ان شاء الله ان شاء الله اخيرا هخرج مع صحابي، وظبطنا الخروجه بعد شهور من التخطيط طبعا. ويعني كلنا بقى، كل حد بقى يعني كل ما نتفق يبقى حد مشغول، حد عنده ظرف، فاخيرا الحمد لله اتفقنا. انتوا عارفين بقى البنات يعني خروجاتهم مش سهله، مش زي الولاد. يعني عايزه اقول لكم جوزي بيتفق مع صحابه في نص دقيقه تلاقيهم لبسوا ونزلوا يعني كمان. يعني فما شاء الله احنا بنفضل شهور عشان نخطط لخروجه، بس الحمد لله ظبطت اخيرا. متحمسه لها قوي لدرجه ان انا بكلمكم عنها قبلها بيوم. الفيديو اللي انا بصوره ده قبلها بيوم. تمام. بصوا، النهارده هندخل نعمل اكل مع بعض. هعمل سندوتشات برجر، حاجه خفيفه جميله تمام، حلوه في الصيف وسهله. انا كنت اوريدي محضره برجر تمام. الصراحه مش انا، هي حماتي هي اللي كانت بعتالي البرجر ده. بصراحه حماتي احسن واحده تعمل برجر، بتحط فيه برغل او حاجه. انا حاولت اعمل كده كتير، ما كنتش اعرف الصراحه، هي بتعمله بطريقه تحفه تمام. حاول اخد منها الطريقه واعملها واجربها، يعني يمكن تظبط معايا. اوكي. كنت مجهزه بطاطس ومقطعاها وحطاها في الاير فراير تمام. يعني قلت ان انا ادخلها في الاير فراير عبال ما هي تخلص هكون انا عملت البرجر، لانه الاير فراير بتاخد وقت الصراحه. الاير فراير بتاعتي يعني عشان تخلص البطاطس بتاخد 20 دقيقه، حوالي تلت ساعه يعني. ويلا بينا نبتدي في البرجر. حاسه ان انا مكبره الموضوع شويه بس يعني انا هعمل كذا حاجه مع بعض، ما تقلقوش. يعني مش هيبقى برجر بس. وكمان ما عنديش عيش، فانا لسه مستنيه العيش يوصل عشان اعمل السندوتشات. وفي خلال ما العيش يوصل هعمل معاكم حاجه تانية حلوه ان شاء الله، عشان اخت زوجي جايه زياره لاهلها، فقلت ايه لما اروح اخد معايا حاجه حلوه كده، نروح نسلم عليها ونقعد معاهم شويه وكده. تمام. عايزه اقول لكم انا مبسوطه قوي قوي بتفاعلكم على الفيديو الاخير، وتفاعلكم الصراحه عموما على الفيديوهات. يعني بحب كومنتاتكم قوي وباخدها بعين الاعتبار، وحتى لما حد بينصحني نصيحه فعلا بهتم بيها. فبحس ان احنا كده صحاب يعني. حتى على الانستجرام يعني عايزه اقول لكم ان انا بقيت باخد رايكم في كل حاجه، وفي حاجات ببقى محتاره فيها. بحس ان انتوا زي اخواتي كده، بتساعدوني في الاختيار. وكمان يعني بنشر لكم على فكره ستوريهات اول باول. يعني ممكن الفيديو ينزل لكم، يعني مثلا فيديو عيد زواجي نزل لكم بعد المناسبه بيومين ثلاثه عبال ما منتجته وحضرته كده. بس في ناس شافوا بشكل حصري ستوريهات وصور وحاجات ذكريات كمان من الفرح وحاجات كده. فتابعوني، اللي مش متابعني على الانستجرام والله فايتكم كتير ولسه هيفوتكم، لان انا فعلا ناويه اهتم بيه جامد، ويعني احاول ان انا انشر عليه اكتر. اوكي. عايزه اقول لكم من يومين كده كنت محتاره موت في موضوع سترولر. كنت عايزه اشتري سترولر لسولي تمام. واخترت يعني انا اخترت النوع خلاص. يعني انا اوريدي استقريت على النوع بعد برضو تردد كتير قوي بعدين لقيت النوع ده فيه منه كذا شكل، فاحترت قوي في الاشكال، وقلت ايه الحل الوحيد اللي هيفصل معايا ان انا اخد رايكم. فعلا عملت فوت على انستجرام، وناس كتير يعني شاركت في الفوت ده وشاركتني في الاختيار، ويعني زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا هتضربوني لما تعرفوا الحاجة اللي انا اخترتها في الاخر. ان شاء الله هي هتوصل اليومين الجايين، اول ما توصل هصور لكم فيديو وهوريكم. بصوا، هو انا في الاخر خالص يعني وانا خلاص بتمم الشراء، يعني بشتري، لقيت شكل تالت خالص ونوع اصلا مختلف خالص تمام، بس احلى بكتير 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 قوي بجد، شكل تحفة. انا متحمسه له اكتر من سولي والله العظيم. فان شاء الله اول ما يوصل هبقى اوريكم الصوره دي شكلها عامله ازاي وكده، وهتعجبكم باذن الله باذن الله. اوكي. بس كده. بصوا اللي حصل زي ما قلت لكم ان انا قررت اعمل حاجه حلوه تمام، وانا عندي 3 بيضات في البيت. اوكي. فعندي بيضه هحطها على البرجر، لان انا نفسي قوي قوي في برجر بالبيض. يعني عارفين انتوا برجر بالبيض بقى وكده، الحاجه اللي كلاسيك قوي قوي دي. وعندي بيضتين، فاعمل ايه هي بقى الكيكه اللي تنفع ببيضتين؟ قلت ايه ما بدهاش، انا هروح اسال شات جي بي تي تمام. وبصراحه هو بقيت بساله في كل حاجه الايام دي، انا مصدعاه شكل زي ما بصدعكم بالظبط. فرحت سالت شات جي بي تي، قلت له لو سمحت عايزه اعمل كيكه ببيضتين 2 بس. تمام. وتكون كمان ايه، مش اي حاجه، تكون كمان ماربل كيك بقى وشكلها حلو. فقال لي على الوصفه يعني بالظبط بالتفصيل،
وكانت هي عباره عن بيضتين وتحط معاهم كوبايه وربع دقيق وكوبايه لبن متسخنه في الميكروويف. هو ما قاليش تسخنيها في الميكروويف، بس انت تسخنوها على اي حاجه تكون دافيه يعني. وكوبايه زيت اظن او نص كوبايه زيت، حاجه شبه كده. تمام. وميكس ميكس ميكس زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها كوبايتين دقيق. تمام. وطبعا فانيليا وبيكنج باودر. وبعد كده قسمت كل نص، يعني خدت كده نصها حطيت عليه كاكاو وزودت عليه لبن لان الكاكاو تقله، والنص التاني كان هو عادي. وفي خلال الفيديو هتشوفوا انا ظبطتها ازاي، بس يعني شكلها من جوه كان تحفه والله العظيم زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم قسمتها وحطيت على جزء منها كاكاو، بس الكاكاو تقلها فكان لازم ان انا احط عليها لبن، فاهمين؟ والجزء التاني زي ما انتم شايفينه عادي جدا. والقالب طبعا دهنته بزيت ورشه دقيق زي العادي. كل ده طبعا في انتظار العيش بتاع البرجر يوصل، العيش الكايزر. تمام. وكمان الاير فراير معرفش خلصت ولا لا بس المهم يعني ان احنا ايه بننتظر مع بعض، فقلت استغل الوقت ده واعمل حاجه حلوه. بصوا هي دي ميزه ان انتوا تعملوا غدا خفيف وسهل، بيديكوا فرصه ان انتوا تعملوا اي حاجه تانية جنبه عادي. يعني عايزه اقول لكم انا اصلا كنت عايزه كنت ناويه احضر الغدا بتاع تاني يوم اللي هو اليوم اللي انا خارجه فيه مع صحابي، عشان زوجي يعني يلاقي حاجه ياكلها وكده. انا طبعا طالعه اتغدى بره ماليش دعوه بالكلام ده، بس الحمد لله انه حماتي طلعت اصلا عزمانه على الغدا. تمام. ف حلو يعني هتغدي ابنها وانا هروح ان شاء الله اتبسط كده باذن الله. وبس كده. ايه رايكم بقى في شكل الكيكه في الاخر؟ عايزه اقول لكم لما هتستوي وتتقطع هيطلع شكلها تحفه. تمام. استنوا كده معايا. العيش وصل اخيرا. رحت حطيت كمان جبنه موتزاريلا على البرجر وهدخلها الميكرويف الجبنه تسيح وكده. وفي خلال ما انا ايه بعمل السندوتشات. العيش ده حلو قوي على فكره، عيش بيسموه عيش بريوش ولا مش عارفه بيسموه ايه، بس هو تحفه يعني. بصوا حطيت طماطم، الصوص بتاع البرجر، كاتشب، ومخلل. تمام. الخيار مخلل على فكره، الحاجه يعني خيار مخلل او زيتون او هالبينو، الحاجات دي كلها بتبقى تحفه قوي قوي مع السندوتشات سواء برجر او فراخ. والبيضه اللي انا قلت لكم هعملها مع البرجر جهزتها هي كمان. وبس كده هنظبط دلوقتي السندوتشات مع بعض وهيبقى كده الاكل خلاص جاهز. استنوا معايا ان شاء الله بالليل في خلال الفيديو ده يعني ان شاء الله هقول لكم طريقتي في عمل حواجبي، يعني ازاي بعمل حواجبي. اوكي. هو انا بظبطها يعني بحاول ان انا ارسمها بشكل معين. هي حاجه مش تقيله الصراحه، بس بحس ان هي محتاجه ان هي ايه تترسم كده بشكل معين بيبقى شكلها احلى بكتير. اوكي. طبعا هقول لكم على الطريقه، وكمان هبوريكم حاجات سكين كير الجديد اللي انا جبتها. هو يعتبر علاج اكتر من هو سكين كير روتين، يعني مش روتين قوي لانه حاجات اللي جبتها شويه كده شويه غاليه الصراحه، ويعني ما ينفعش تستخدم يوميا. فانا كده هستخدمها فتره معينه، وبعد كده ان شاء الله هشوف روتين تاني يكون يعني اقدر احافظ بيه على النتيجه اللي انا اوصل لها، مع ان بشرتي بصراحه مش انا عايزه اشتمها والله، مش عايزه اقول الفاظ بس بشرتي بتتلكك بجد بجد بتتلكك، اللي هو ايه لو اي حاجه حصلت في الحياه لو اتضايقت شويه يطلع لي حبايه. ف يعني محتاجه شويه اهتمام الصراحه، او اهتمام كتير يعني. اوكي. بصوا كده الاكل بقى جاهز، وكمان الكيكه جهزت. ايه رايكم في شكلها؟ عايزه اقول لكم شكلها تحفه، واستنوا لما اقطعها هتعجبكم قوي قوي من جوه، شكلها يجنن، وكان طعمها برضو تحفه الصراحه. اوكي. هنقطعها مع بعض. في خلال ما انا ان شاء الله هجاوب على كان في سؤال اتسال لي في الكومنتات. حاول كل فيديو كده اخد سؤال اجاوب عليه، عشان يعني بحس التواصل كده بيبقى احسن. انا بصراحه كده برد على كل الكومنتات قد ما اقدر، يعني بحاول افيد، بس في اسئله بيبقى محتاجه كلام، وبحس كمان ان انا عايزه افيد الناس التانية اللي هي بتكون ما شافتش الكومنت او ما شافتش الرد بتاعي. فكان في بنوته على الفيديو اللي فات كنت بتكلم على مساحه الشقه والكلام ده، فكانت بتقولي ان هي شقتها صغيره، فلو كان عندها يعني ما عندهاش اوبشن ان هي تعمل سفره، فهل تعمل سفره 4 كراسي وخلاص ولا ايه؟
بُصّي، المساحات الصغيّرة عايزة معاملة خاصة، ما تتعامليش خالص على إنِّك أنتِ إنسانة عادية عايزة تقلدي أي حد اللي هو إيه، أي عروسة ما أنتم عارفين بقى بيجيبوا نيش، بوفيه، سفرة كاملة متكاملة، يعني حاجات كتير بقى في تفاصيل وdetails وحاجات ممكن تبقى كمان يعني رفاهيات، يعني حاجة ممكن تبقى accessory، يعني في ناس بيجيبوا حاجات حرفيًا accessory مش حاجة هتستخدمها في المكان نفسه، coffee corner مش عارف إيه، كل الكلام ده الحاجات دي لو أنتِ عندِك مساحة خير وبركة، لو ما عندكيش مساحة فيعني ما ينفعش إن أنتِ تحققي أمنياتِك كلها في مساحة صغيرة، فتلاقي نفسِك في الآخر في مكان ضيق ومتكركب. plus نصيحة تانية اوعي تعملي حساب للضيوف، تمام؟ ليه بقى؟ لأنه إحنا كعرسان، يعني إحنا المتجوزين جداد أو العرسان الجداد عامةً ما بيجيلهمش ضيوف قد كده، يعني بعد بقى فترة الفرح وكده هييجوا لِك يعني هييجي لِك ناس كل مثلًا سنة مرة، لو انت اهلك كتار فهم اهلك، ما فيش حد غريب، اهل جوزك برضو هيكونوا متقبلين الفكره انه المساحه مش كبيره، فما لهمش مثلا سفره 8 كراسي ولا 6 كراسي، تمام، او الانتريه الكبير قوي اللي ياخدهم كلهم مره واحده، يعني اكيد هيبقوا متفاهمين الفكره دي، زائد ان العدد الكبير مش هيجي غير مره في السنه زي ما قلت لك، فحرام ان انت تبقي عايشه في مكان ضيق طول السنه عشان خاطر حد هيجي لك مره ساعتين ويمشي، يعني فاهمين الفكرة؟ فلأ طبعًا حاولي إن أنتِ تعملي سفرة 4 كراسي، ويا ريت تكون الكراسي دي اللي بتدخل في السفرة، يعني اللي بتدخل عارفة اللي بتتعشق كده جوه السفرة، في حاجات شبه كده على فكرة حلوة، أنا غلطت وما عملتهاش يعني بجد أنا كنت غلطت وعملت، يعني أنا لو رجع بيا الزمن كنت هاعملها 4 كراسي على قدي أنا وزوجي، ولو جالنا ضيوف هنتصرف يعني فاهمة؟ فبس دي نصيحتي ليكِ، انه انت على طول تفكري في راحتك انت والشخص اللي انت عايشه معاه وبس كده. بصوا بعد الاكل وبعد كل الكلام ده كان جاي على مزاجي ان انا اروح اشرب كوبايه شاي في الهواء الطلق، تمام، وطبعا الهواء الطلق هنا مفيش غير البلكونه، فقلت اما اخرج اقعد في البلكونه شويه، كانت وقتها الساعه على فكره 12 بالليل، كانت الدنيا هادية وفاضية تحت، أنا أصلا دور أول أو يعني مش دور عالي، فبالتالي بحس دايما إن أنا في وسط الشارع لو خرجت البلكونة، بس يعني والدنيا كده بالليل، فالدنيا كانت إلى حد ما فاضية والهواء كان نظيف ويا سلام، كانت قاعدة حلوة قوي، شربت كوباية الشاي بتاعتي وبعد كده هادخل معاكم عشان نظبط الموضوع الحواجب والحاجات دي، انا بحب اخلص كل حاجه لو عندي خروجه او حاجه مهتمه بيها، يعني بظبط كل حاجه قبلها بيوم عشان تاني يوم لو صحيت متاخر، لو حصل اي ظرف بالذات طبعا عندي سولي، فتلاقيني بقى بصحى اصلا بعمل له 20,000 حاجه قبل ما ابتدي يومي، فبحاول اخلص بدري، تمام. زي ما قلت لكم انا هوريكم بظبط حواجبي ازاي من غير ما يكون في نمص، تمام، وزي ما انتم عارفين او لما حدش يعرف انه في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله النامصه والمتنمصه، تمام، اللي هي بتاخد من شعر حواجبها بمعنى اصح، فبدل ان انا اخد شعر حواجبي فكنت استخدمت حاجه بديله وهي التشقير، تمام، التشقير مش بينفع مع كل الناس الصراحه، لو شعرك تقيل قوي بيبان، تمام، وحتى لو شعرك خفيف هيبان في الشمس او في النور بيبان، ولكن من بعيد كده بيبان الشكل الطف الصراحه، وبيدي كده تفتيح للوش بعد ما تعمليه، فانا بحب اعمله كل فتره وفتره، يعني مش كتير، مش ده العادي بتاعي، في العادي ان انا ببقى عايشه بحواجبي الطبيعيه اللي ربنا خلقني بيها، بس يعني اوقات لما بكون كده مودي حلو او حاجه ببقى حابه ان انا اظبط نفسي يعني وادلع نفسي، بعمل تشقير، باخد بس جزء بسيط جدا من اخر الحاجب كده، اللي هو ايه، بحاول ان انا اخلي حاجبي يبقى مرفوع شويه او يعني مرسوم الى حد ما، طبعا من غير زي ما قلت لكم نمص او اي حاجه، والتشقير مش حرام، تمام، التشقير مش حرام ولا هو في اي مشاكل ان شاء الله يعني، بس بلس ان انا كنت بوريكم كمان الحاجات اللي انا اشتريتها مؤخرا، بما ان احنا واقفين على التسريحه، كنت واخده الهير ماسك ده اللي هو من هير روتس، تحفه بصراحه، ناس كتير قوي شكرته على التيك توك، كنت بتابع دكتوره على التيك توك كانت بتشكره جامد، فقلت اما اجربه، بلس خدت الريتينول سيرم من البراند اللي انتم شايفينها دي، هي براند مصري بس انا
الصراحه لسه بجربه، مش عارفه تاثيره هيبقى عامل ازاي، هقول لكم اذا كانت حلوه ولا لا. برضو شفت ناس بيشكروه. وكمان الغني عن التعريف لاروش بوزيه سيكا بلاست، ده عشان لما يكون حاجز البشره متضرر او بشرتك يعني تعبانه، تمام. برضو يعتبر علاج، ومش مش هاخده فتره طويله. هنا خلاص الخروجه رحنا لتيفلي دوم، لو انتوا تعرفوه في اسكندريه، اللي هو عباره عن مجمع كافيهات على البحر طبعا، اسمه تيفلي دوم. ورحنا لكافيه تحديدا، كافيه جليله، تمام. هو مطعم وكافيه في نفس الوقت، ومكان يعني لو فضلت من هنا للصبح بشكر لكم فيه. مكان تحفه تحفه تحفه، قعدته حلوه، اكله انا ما شفتش اكل خرافي زي كده، انا ما شفتش اكل تحفه زي كده. عايز اقول لكم طبعا ان احنا طلبنا يعني سلطات وكده على اساس ان هي سايد ديش، طلعت اصلا هي الديش، يعني هي طلعت اوريدي مين ديش، فاهمين؟ اللي هو عاملين حساب كل حاجه، الكميات حلوه، الاكل طعمه تحفه تحفه تحفه. فانصحكم بيه لو انتوا حابين مثلا تروحوا مكان لطيف. لا جليله كان حلو، بس يعني لحد ما اسعاره مش رخيصه الصراحه، فتبقوا عاملين حسابكم. بس هو كان الاكل والقعده وكل حاجه كانت جميله. انا اليوم ده كنت مبسوطه، طايره 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 في السما بجد والله. كمان بعدها شربنا عصير. وبعد كده الخروجه الحلوه دي خلصت للاسف للاسف بسرعه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم يعني انا فضلت بعدها يومين مبسوطه، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس يعني خروجه الصحاب غير، يعني خروجه الصحاب فعلا غير. وبس كده الفيديو بتاعنا هيكون كده خلص، واقول لكم مع السلامه، باي باي.